وهي همة شيخنا حفظ الله مهجته ظاهرة لائحة لكل ذي عينين، فحاله أجدى لنا من قول كثيرين في علو الهمة. فحال رجل أجدى لألف رجل من قول ألف رجل لرجل. تأمل في حركة حياته، تأمل كيف أنه يقضي سحابة النهار وزلفا من الليل في العلم والتعليم والتقميش والتصنيف والتأليف. لما؟ لينفض غبار الجهل عن العقول والقلوب. فإن الأمة صارت منكودة بكثير من أبنائها. وحال شيخنا ولسان حاله يقول: ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام مجرة تطلب، ولي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري مذكرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضا أتقلب. هذه هي همته، هذه هي حياته، هذا دله، هذا سمته، فاعرفوا قدره والزموا غرزه تفلحوا إن شاء الله. الله أسأل، وقد التوى علي الكلام كل التواء، فالله أسأل أن يحفظ شيخنا وأن يبارك في علمه وفي دعوته. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في علمه وفي دعوته. اللهم نشهدك أنه نصح لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تمر بأسوأ حالاتها، فاللهم انصره، اللهم أيده، اللهم أيده، اللهم انصره. اللهم نشهدك أنه رحيم بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. اللهم نشهدك أنه عفو عن خلقك، فاللهم فاعف عنه، اللهم فاعف عنه، اللهم فاعف عنه. اللهم أعنا على الوفاء بحقه وارزقنا الأدب معه في محضره وغيبته. وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ابن الحبيب وأخي المكرم الدكتور فارس، أن يبارك فيه وفي أهله وفي ذريته وفي علمه وعافيته، وأن يرزقه الإنابة إليه في أحواله كلها من ظاهر وباطن، وأن يوفقه في الدعوة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم قائما بدعوة الحق على منهاج النبوة، وأن يشرح له صدور عباده، وأن يهيئ له من أمره رشدا. لا نقول له إلا بارك الله فيك، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.